ما زلنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان نشاهد حفل افتتاح بطولة كأس الخليج والتي تستضيفها اليمن. هذه البطولة التي ولدت لكي تستمر وولدت لكي تبقى منذ أن نظمت لأول مرة، ومنذ أن كانت الفكرة في البدايات حتى استمرت بطولة تلو البطولة بعد فكرة كانت لصاحب السمو الملكي سمو الأمير خالد الفيصل، ثم بعد ذلك تحرك كبير من الوفد البحريني في الحديث مع رئيس الاتحاد الدولي السابق في بطولة مكسيكو سيتي واستضافة البطولة الأولى وبداية رحلة لبطولة استمرت حتى وصلنا إلى الرقم 20 إلى عدن، حتى وصلنا إلى هذا المكان. لقطات للأعلام، للجماهير، للحاضرة، لحكام الخليج وشبه الجزيرة العربية في اليوم الافتتاحي لبطولة كأس الخليج المستمر نقلها عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الرسمي، والذي تعد جماهيرها ومحبيها وعشاقها في كل مكان بنقل مميز وتغطية مميزة لهذه البطولة، أو محاولة لتغطية كل التفاصيل ولكل ما يحدث من أمور وأحداث في هذه البطولة. الآن تشجيع كبير في المدرجات لكل من يشارك في حفل الافتتاح ولكل هؤلاء الذين يرسمون هذه اللوحة الجميلة جدا في افتتاح خليج 20. الحضور الرسمي الذي يتابع هذا الحفل والجماهير والأيدي التي ترتفع إلى السماء والزي اليمني الذي نشاهد بمختلف المناطق اليمنية بالتأكيد، والطبول التي تقرع لقرب افتتاح المباراة الافتتاحية الأولى ما بين المنتخبين اليمني والسعودي، وبعد ذلك ستكون المباراة الثانية ما بين المنتخبين الكويتي والقطري في اليوم الأول. 8 منتخبات 6 منها سبق وأن حصلت على بطولة كأس الخليج. البحرين واليمن ما زالوا بدون بطولة حتى الآن، الكويت ما زالت زعيمة ب9 ألقاب، السعودية ب3، العراق ب3، قطر بطولتين، الإمارات بطولة، عمان بطولة. السلام الوطني اليمني إذا كما بدأنا الحفل يختمون الحفل برددي أياتها الدنيا نشيدي، ردديه وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من يوم عيدي. إذا كان هذا مسك الختام لحفل افتتاح بطولة كأس الخليج هنا في عدن، بانتظار بالتأكيد المباراة الافتتاحية والتي ستكون منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية في الساعة 8 بتوقيت الإمارات. تصفيق كبير، تحية كبيرة لكل من شارك في هذا الحفل، لكل من شارك في هذا التنظيم، تحية لهؤلاء الشباب، لهؤلاء البنات، تحية لهؤلاء الأطفال، لهؤلاء الصغار. لحمة جميلة جدا، لوحات، دلالات، أمور عديدة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان في بطولة كأس الخليج، في حفل الافتتاح الذي نشاهده والذي يستمر فيه وتستمر فيه أفراح الجماهير التي تحضر، سواء جماهير كانت يمنية أو جماهير خليجية حضرت لكي تتواجد بالتأكيد مع أشقائها في هذا العرس الكروي الخليجي، في هذا العيد الخليجي، في هذه البطولة التي ظهر لنا منها الكثير من النجوم والأسماء
والكثير من الذكريات والكثير من الفوائد والكثير من النتائج. بطولة حتى وإن كانت بها سلبيات أصبحنا لا نقوى بالتأكيد على عدم استمرارها. هنا واضح شيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية في سلامه على فخامة الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح في نهاية حفل افتتاح بطولة كأس الخليج. انتهى حفل الافتتاح لكن ستبدأ حفلة المباريات، ونحن على موعد مع لقاءات من الوزن الثقيل، مع مباريات في منتهى الإثارة ومنتهى الروعة بالتأكيد. وصلنا الرئيس خلاص. إذن وسط هذه الأجواء الجميلة في نهاية حفل الافتتاح البسيط ولكنه المعبر بالتأكيد. لا على شيء. هذه الطريقة اللي بنكون طيب ما زال الحديث على النونو، هو اللاعب الأشهر في تاريخ المنتخب اليمني الذي احترف في أندية خليجية وعربية. صحيح. 30 سنة 31 سنة. يعني ما يعيب النونو هو ربما ما يميز النونو في السابق كان السرعة. صحيح. لكن بعد هذا العمر كان جاهز أن يلعب وحيدا. بالعكس يعني السيد سرشكو امتدح النونو كثير على فكرة، مو بس في الملعب حتى خارج الملعب. من اللاعبين اللي ممكن يساعده في إدارة تطبيق نظام اللعب داخل الملعب، وهذا بيسهل عليه الأمور أكثر. بس مثل ما قلت لك هي المشكلة مو في تحركات النونو، في أكثر اللاعبين في منتخب الإمارات على سبيل المثال سعيد الكاس نفس العمر تقريبا وبنفس الجهد، بس السيد كاتانيتش يعتمد عليه بطريقة مشابهة إلى حد كبير مثل طريقة السيد سرشكو، مشابهة إلى حد كبير، ولذلك هو بيلعب بمهاجم واحد. هنا في منتخب اليمن بيكون الصاصي طيب. قلت لك إلى جانب عبدو الأصبحي خلف النونو، بيساعدونه كثير في الكرات اللي ممكن يستفيد منها المنتخب اليمني لما تقطع من المنتخب السعودي. ما زال المنتخب اليمني رغم المباريات الودية ما زال منتخب غامض بالشكل الرسمي. خليفة 15 شهر خاضها في فترة إعداد طويلة مع منتخبات تحتك مع مدارس كثيرة، وإن كان معظمها منتخبات أفريقية، لكن ما زال الشكل الرسمي يختلف عن الشكل الودي. طبعا دورات الخليج والكل يعرف، والاخوان في الاستوديو يعرفون، انا امسي عليهم، انا اسف جدا لان احنا اخذنا الوقت، وطبعا الجمهور ممكن عارفين وما كنا نسمع شو يقولون، لكن دورات الخليج في لها خصوصيه، وهاي الخصوصيه لا يمكن ابدا ان تكسر في مباراه لا افتتاحيه ولا حتى في وسط الملعب. التكهنات الحظوظ ممكن نقولها بشكل منطقي وواقعي، لكن لا يمكن تتكهن او تتوقع نتيجه مباراه، او حتى ممكن تتكهن من هو البطل بنسبة كبيرة. أنا قلت لك يعني في أكثر من فريق مرشح، بس هاي المباراة بالنسبة لليمن هي مباراة استثنائية كونها أول مباراة يلعبها منتخب اليمن على أرضه في بطولة كأس الخليج، وأنا أتصور هاي اللي ممكن تعطي شكل مختلف تماما أمام المنتخب السعودي. انتقل المنتخب السعودي باستبعاد أو يعني بإراحة 9 لاعبين من التشكيلة الأساسية، يعني أن يعول بسيره على أسماء جديدة، خاصة اللاعب مهند عسيري الذي ربما يعني يسجل شهادة ولادة مهاجم جديد. صحيح. المنتخب السعودي على مستوى بطولات الخليج. بس أنا مثل ما قلت لك يعني بالنسبة حق المنتخب السعودي أو اللاعبين السعوديين نستثنيهم شوية. يعني لو قارنا هاي الوضعية بمنتخب الإمارات نقول فيه نقص عددي، بس بالنسبة حق المنتخب السعودي عدد اللاعبين المسجلين في الاتحاد السعودي أضعاف طيب. اللاعبين المسجلين في اتحادات الخليج كلها لو استثنينا العراق عفوا.
بقيه الفرق او نعم. الدول ما تقارن بالسعوديه، لذلك ما في تشكيله اساسيه ودوري قوي يعتبر من افضل دوريات الخليج، وبالتالي اي لاعب ليفرزها هذا الدوري يكون قوي. كنت اتمنى ان استمر معك خليفه للامانه، لكن الوقت جدا ضيق، لكن اتوقع واوعد المشاهدين بالمباريات القادمه سيكون لنا ايضا حيز اكبر للحديث حول الامور الفنيه، خاصه المتعلقه قبل المباراه. بين الشوطين ستتضح امور كثيره، خاصه حول تشكيله المنتخب.